بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنتكلم عن إزاي تغيري حياتك وتبدأي صفحة جديدة مع نفسك. انتي مش متأخرة، انتي بس لسه بتبدأي. في لحظة كده بتيجي عليك تحسي انك تايهة، مش عارفة انتي عايزة ايه ولا انتي مين أصلا. تحسي ان حياتك ماشية بس مش بتاعتك، كأنك عايشة يوم بيشبه اليوم اللي قبله، نفس الروتين، نفس التعب، نفس الزعل، ونفس السؤال اللي بيسألك جواكي: هو انا هفضل كده؟ بس خليني اقولك حاجة مهمة جدا، انتي مش متأخرة، انتي بس لسه واخدة بالك. اول خطوة حقيقية للتغيير مش انك تعملي حاجة كبيرة ولا انك تقرري تقلبي حياتك في يوم وليلة. اول خطوة انك تعترفي، ايوه تعترفي لنفسك: انا مش مبسوطة، انا تعبانة، انا محتاجة اتغير. يمكن الجملة دي بسيطة بس هي اصعب من اي قرار تاني، لاننا طول الوقت بنهرب منها. بنقول عادي كله كده، معلش الظروف مش بايدي. بس الحقيقة ان في حاجة جواكي بتصرخ وبتقولك انا عايزة اعيش احسن من كده. التغيير مش بيبدأ لما حياتك تبقى جاهزة، التغيير بيبدأ لما قلبك يتعب من الوضع الحالي. ولما توصلي للنقطة دي اعرفي دي مش نهاية، دي بداية. خليني اسألك سؤال مهم: انت بتهربي من نفسك ليه؟ ليه اول ما تقعدي لوحدك تمسكي الموبايل؟ ليه مش عايزة تسمعي صوتك الداخلي؟ ليه خايفة تبصي لنفسك بصدق؟ عشان الحقيقة بتوجع، ولا علشان انت عارفة انك محتاجة تتغيري؟ بصي، مفيش حد هيجي ينقذك ولا حد هيغير حياتك غيرك، مش جوزك، مش اهلك، مش الظروف، ولا حتى الحظ. انتي وبس. وده مش كلام يخوف، ده كلام يحررك. التغيير الحقيقي بيبدأ من جملة صغيرة: انا مسؤولة عن نفسي. مش مسؤولة عن كل اللي حصل، بس مسؤولة عن اللي جاي. فاكرة اخر مرة اهتميتي بنفسك بجد؟ مش شكلك، اخر مرة سألتي نفسك انا محتاجة ايه؟ مش عشان حد، مش عشان ترضي حد، عشانك انتي. يمكن تكوني ناسية نفسك بقالك سنين وسط البيت، العيال، المسؤوليات، والضغط والتعب والكلام اللي بيكسرك. بس الحقيقة انت لسه موجودة، بس مستخبية تحت كل ده. وعلشان تبدأي صفحة جديدة لازم تعملي حاجة مهمة جدا: تسامحي نفسك. ايوه، سامحي نفسك على كل مرة قصرتي فيها، كل مرة ضعفتي، كل مرة سبتي نفسك تضيع. علشان من غير التسامح هتفضلي واقفة مكانك. التغيير مش معناه تبقي شخص تاني، التغيير معناه ترجعي لنفسك الحقيقية اللي اتدفنت جواكي. اسمعي الجملة دي كويس: انت تستاهلي حياة احسن، مش علشان عملتي حاجة عظيمة ولا علشان حد قالك كده، بس علشان انت. بس خدي بالك، الصفحة الجديدة مش بتتفتح لوحدها، لازم تقفلي الصفحة القديمة الاول. يعني ايه؟ يعني تبطلي تعيشي في دور الضحية، تبطلي تقولي انا مش قادرة، تبطلي تستني حد يجي ينقذك. الجزء الصعب مش انك تبدأي، الجزء الصعب انك تكملي. بس كل حاجة كبيرة بدأت خطوة صغيرة. مش لازم تبقي قوية، بس لازم تبدأي. فاكرة السؤال اللي سبناكي بيه: لو فضلتي كده هتكوني مبسوطة بعد سنة ولا ندمانة؟ خلينا نكون صريحين شوية، التغيير مش سهل ومش دايما بيبقى مريح، احيانا بيبقى مرعب، لانك بتخرجي من حياة اتعودتي عليها حتى لو كانت بتوجعك. بس الحقيقة اللي محدش بيقولها لك: الراحة اللي انت فيها دلوقتي ممكن تكون هي السبب في تعبك. ايوه، المنطقة اللي انت حاسة انها امنة هي نفسها اللي موقفاكي مكانك. طيب نبدأ منين؟ مش من خطة كبيرة ولا قرارات ضخمة، نبدأ من حاجة بسيطة جدا بس صادقة. خدي قرار انك مش هتهربي تاني. يعني ايه؟ يعني لما تزعلي بدل ما تمسكي الموبايل وتنسي، اقعدي مع نفسك واسألي: انا زعلانة ليه؟ لما تغلطي بدل ما تبرري قولي: ايوه انا غلطت وعايزة اتعلم. التغيير مش انك تبقي مثالية، التغيير انك تبقي واعية. خليني اقولك حاجة مهمة: انت مش محتاجة طاقة كبيرة علشان تبدأي، انت محتاجة نية صادقة بس. اعملي معايا التمرين ده، اعملي حاجة واحدة بس مختلفة، مش 10، مش خطة حياة كاملة، حاجة واحدة بس. زي ايه؟ تصحي بدري شوية، تشربي مية وتركزي مع نفسك، تقعدي 10 دقايق من غير موبايل، تكتبي انت حاسة بايه. هتقولي ده بسيط جدا، ايوه بس هو ده السر. الحاجات الصغيرة هي اللي بتبني حياة كبيرة. مش متأخرة، انت بس لسه بتبدأي دلوقتي. بقى مش عايزين كلام بس،
عايزين نبدأ بجد، بس الحقيقة مشكلتنا مش اننا عارفين نبدأ، مشكلتنا اننا بنبدأ غلط، بنبدأ بحماس زيادة، قرارات كبيرة، ضغط على نفسنا، وبعد كام يوم نرجع تاني لنفس المكان فنحس اننا فشلنا. بس لا، انتي ما فشلتيش، انتي بس كنتي مستعجلة. التغيير الحقيقي بيبدأ بهدوء، بخطوات صغيرة بس ثابتة. يعني ايه؟ يعني بدل ما تقولي انا هتغير 100%، قولي انا هتغير 1% بس النهاردة. انك تصحي الصبح وتقولي لنفسك كلمة حلوة، انك تبطلي تمسكي الموبايل اول ما تفتحي عينك، انك تقعدي 5 دقايق مع نفسك من غير دوشة، انك تعملي حاجة بسيطة لنفسك بس عشانك. المهم مش قد ايه الخطوة الكبيرة، المهم انك بتتحركي. بصي، انت طول عمرك مركزة على اللي ناقصك، على اللي مش موجود، على اللي ضاع منك. طب جربتي تبصي للي معاكي؟ انت اقوى مما تتخيلي، بس انت ناسية. خليني اقولك حاجة يمكن محدش قالها لك قبل كده، مش لازم تبقي كاملة علشان تبدأي. ابدأي وانت تعبانة، ابدأي وانت خايفة، ابدأي وانت مش عارفة الطريق، المهم تبدأي. عارفة ايه اكبر عدو ليكي؟ مش الناس ولا الظروف، افكارك، الصوت اللي جواكي اللي بيقولك انت مش هتقدري، مفيش فايدة، انت زي ما انت. الصوت ده مش الحقيقة، الصوت ده خوف، وكل مرة تسمعيه وتسكتي هو بيكسب، وكل مرة تتجاهليه وتعملي خطوة انت اللي بتكسبي. خليني اقولك على سر بسيط، الناس اللي حياتها اتغيرت ما كانتش احسن منك، بس كانوا بيكملوا حتى وهم مش جاهزين. التغيير مش يوم ولا اسبوع، التغيير رحلة، وفي الرحلة دي هتقعي طبيعي، هتتعبي طبيعي، هتحسي انك عايزة ترجعي طبيعي، بس اللي مش طبيعي انك تستسلمي. كل مرة تقعي فيها قولي انا لسه بحاول، مش انا فشلت. فرق الجملة دي بيغير حياتك. وقبل ما نختم عايزة اقولك حاجة من قلبي، انت تستاهلي تبقي مبسوطة، مش بعدين، مش لما الظروف تتحسن، مش لما حد يتغير، دلوقتي وانت زي ما. لو حسيتي ان الكلام ده شبهك، لو لمسك ولو حتى بحاجة صغيرة، اعملي لي لايك علشان توصل الحلقة دي لكل بنت محتاجة تسمع الكلام ده، واشتركي في القناة عشان تبقي معانا في الرحلة دي خطوة بخطوة، واكتبي لي في الكومنت انا هبدأ النهاردة، علشان تبقى وعد بينك وبين نفسك قبل اي حد. والى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله، مع الف سلامة.